السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر أو كأس الرابطة. الزمالك النهاردة للأسف بسبب التخبطات والمشاكل واعتذار أحمد عبد الرؤوف عن استكمال مهمته كمدير فني لنادي الزمالك وغياب اللعيبة عن التدريب من بعد ماتش الكاس، ماتش بلدية المحلة اللي هي كسبناه 1-0. فاللي حصل في الايام اللي فاتت ان احمد عبد الرؤوف بعد ماتش بلية المحلة طلع اتكلم في المؤتمر الصحفي ان بنتايج خلاص فسخ عقده، وان احمد حمدي معرفش مش هيلعب تاني معاه، وان الظروف صعبة وان ده غير طبعا ان اداء الزمالك الكام ماتش اللي فاتوا كان جدا سيء جدا وحش، وهجوم الجماهير ومطالبة الجماهير بان احمد عبد الرؤوف يتغير وكده. بعدها على طول لقينا اعتذار احمد عبد الرؤوف عن استكمال المهمة وراحة اللعيبة عن التدريب، وسمعنا كلام ان اللعيبة اصلا رافضة تنزل التدريب لان هم مش بياخدوا مستحقاتهم، ومشاكل مشاكل مشاكل. كل يوم نفتح السوشيال ميديا نلاقي مشكلة جديدة، يا اما تفتح تلاقي وقف قيد جديد، قضية جديدة 8 و9 و10، يا اما تلاقي الارض معرفش مالها، يا اما تلاقي معرفش اللعيب مين فسخ عقده. كل يوم تفتح تلاقي لعيب جديد فسخ عقده، مرة بنتايج، مرة مصدق، مرة معرفش مين، مرة معالي، مرة بتاع. فالزمالك استقر على ان حاليا بيتم البحث عن مدير فني مصري جديد، مصري طبعا مش اجنبي. مفيش فلوس اصلا ندي اللعيبه فلوسها ولا نسدد اللي علينا عشان نروح نجيب مدرب اجنبي ياخد بالدولار، فغالبا هيبقى مدرب مصري. الاقرب لحد دلوقتي كان في كلام كبير على طارق مصطفى، لكن بسبب مشكلة ان هو عايز الجهاز الفني بتاعه يشتغل معاه بالكامل، وجون ادوارد عايز الجهاز اللي موجود يكمل، فدي ممكن تبقى هي دي سبب فشل تولي طارق مصطفى. في كلام تاني على معتمد جمال ان هو الوحيد اللي ممكن يوافي يجي كده لوحده بطوله مع الجهاز الفني اللي موجود حاليا. على العموم فبسبب كل المشاكل دي وان الفريق اصلا ما اتدربش واللعيبه بتاعت الفريق الاول ما اتدربتش اصلا من بعد ماتش بلديه المحله، فتم اخذ قرار بان فريق الناشئين بقياده الكابتن حازم امام وتامر عبد الحميد والجهاز الفني للناشئين والمسؤولين عن الناشئين هم اللي هيتولوا مباراه الاتحاد السكندري. المباراه النهارده بتوقيت مصر الساعه 5، مكتوب هنا الساعه 7 لتوقيت مسقط والامارات، لكن بتوقيت مصر المباراة الساعة 5 على ملعب برج العرب بالاسكندرية. المباراة هتقام على ملعب برج العرب. الزمالك هيلعب بالناشئين، هقول لكم دلوقتي السكواد بتاع الناشئين والتشكيل المتوقع. ده ترتيب المجموعة الثالثة من كأس الرابطة. المصري متصدر ب3 ماتشات ب7 نقط. زد امبارح كان بيلعب كسب ب3 ماتشات 6 نقط. سموحة الثالث بعد 4 ماتشات بس 5 نقط. الزمالك الرابع ب3 ماتشات 4 نقط. قرابة الإسماعيلية الخامس ب3 ماتشات 3 نقط. الاتحاد اللي احنا هنلعبه السادس ب3 ماتشات 3 نقط. وآخر فريق السابع حرس الحدود لعب 3 ماتشات وخسر ال3 ماتشات معاه 0 من النقاط. كانت فرصة مهمة إن احنا نقدر ننافس على البطولة دي وإن احنا نكسب، هيبقى معانا 7 نقط وهنبقى أول أو تاني، لكن للأسف بسبب المشاكل اللي حصلت وإن احنا نلعب النهارده ماتش بالناشئين، فكده بصراحة إمكانية إن احنا نكسب النهارده بقت صعبة جدا 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 إن احنا نفوز على الاتحاد السكندري في اسكندرية بالناشئين. الموضوع هيكون صعب جدا. أتمنى إن احنا لو ما قدرناش نتعادل أو نكسب بالناشئين ما نخسرش سكور كبير، يعني ما نخسرش 5 بقى أو 6 زي ما حصل مع بيراميدز وهو بيلعب بالناشئين كده. أتمنى ده ما يحصلش. أتمنى نشوف النهارده فريق، يعني هي فرصة انت النهارده ممكن تخسر وممكن ما تصعدش من المجموعة، وهي كده كده أضعف بطولة بعد الدوري والكاس، محدش بيهتم بيها يعني من الآخر. لكن أتمنى النهارده إنها تبقى فرصة إن احنا بقى نتفرج ونشوف 90 دقيقة من فريق الناشئين كله، نقدر بقى نحكم على حارس المرمى هل ده ممكن نعتمد عليه بعد كده ولا لأ. نقدر نبص بقى على السكواد كله وهو كله من الناشئين. أي نعم هي الموضوع بيبقى صعب شوية، لأن أنت عشان تحكم على لاعب ناشئ إذا كان هو كويس أو لأ المفروض تحكم عليه وهو بيلعب جنب اللعيبه الاساسيه، جنب لعيبه الفريق الاول، لان هم اللي بيسندوه بيدوله الثقه.
لكن لما يبقى الفريق كله من الناشئين، هو ممكن يكون لعيب كويس لكن ممكن ما يظهرش بشكل كويس لان هم كلهم ناشئين مع بعض، فمفيش حد يسند، مفيش حد اساسي من الفريق الاول يسندهم ويدعمهم ويساعدهم. فاتمنى نشوف النهارده لعيبه ممكن نقول بعد الماتش ان لا، اللعيبه دي، اللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده، لا لازم يكملوا، لازم يبقوا في الفريق الاول، ولازم نعتمد عليهم في الفتره الجايه منهم. واتوقع ممكن مدافع، ممكن انس وائل، ممكن محمد حمد، ممكن نشوف النهارده مهاجم كويس نقول اللعيب ده ممكن نعتمد عليه. دي قائمة الماتش. نيجي بقى لقائمة الماتش. حراسة المرمى طبعا هم معظمهم مواليد 2005 2004، وقليل قوي اللي مواليد 7 أو 8، لكن معظمهم مواليد 2005. حراسة المرمى محمود الشناوي. محمود الشناوي ده شفناه قبل كده مع فريرة، محمود او مش مع فريرة، مع حد تاني، بس احنا شفناه قبل كده لعب كام ماتش. محمود الشناوي هو غالبا اللي هيبقى اساسي النهارده، ومحمد عبد الفتاح. في خط الدفاع هشام فؤاد، وده شفناه في الماتشات اللي فاتت، لعب كام ماتش كويس وبعدين اخر ماتش شارك فيه كان قدم اداء كارثي، اللي هو كان ماتش سموحه. محمد ابراهيم ده باك يمين كويس على فكره. السيد اسامه، احمد مجدي، محمد فرج، علي عبد المجيد. في كلام ان علي عبد المجيد ده لعيب كويس، مدافع كويس. في نص الملعب محمد حمد، ده اللاعب اللي كان بيلعب في منتخب مصر للناشئين في كاس العالم، ده لعيب كويس، بيلعب نص ملعب، بيلعب وينج شمال. انس وائل ده ابرز اسم فيهم، لعيب كويس بيلعب برجله الشمال وينج يمين. احمد صفوت، احمد خضري ده نص ملعب. محمود عصام الحصري، صلاح محمود، حسام عاشور التقي، ده بيقولوا ان هم اللي هو لعيب كويس ممكن نشوفه النهارده. حازم اسامه نفس الكلام، يوسف وائل الفرنسي، كلهم لعيبه المفروض انهم كويسين سمعنا عنهم قبل كده. وزياد مدحت. وخط الهجوم عمار ياسر واحمد خالد السنبوك. وده التشكيل المتوقع لمباراة النهاردة. محمود الشناوي في حراسة المرمى. خط الظهر علي عبد المجيد، هشام فؤاد، محمد إبراهيم ومحمد فرج. علي عبد المجيد وهشام فؤاد دول الاتنين مساكين. محمد إبراهيم ده باك يمين، محمد فرج ده باك شمال. في نص الملعب يوسف وائل الفرنسي، والسيد أسامة ومحمد حمد. وخط الهجوم هيبقى أنس أسامة وعمار ياسر وأحمد خالد. ده بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 90%، ده التشكيل اللي احنا هنشوفه النهاردة قدام الاتحاد السكندري. اتمنى نشوف مفاجأة مثلا، اتمنى نشوف مفاجأة بأداء مش متوقعين ان هو يحصل. اتمنى نشوف اكتر من اسم نقدر نقول بعد الماتش لا اللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده نقدر نشوفه، يعني على الاقل 4 5 لعيبة نقدر نقول ان هم يستحقوا ان هم يكملوا الفريق الاول، ونقدر نعتمد عليهم في بقية الموسم. كل التوفيق للزمالك، كل التوفيق للمدربين اللي هيبقوا مسؤولين عن ماتش النهارده. بالتوفيق.